ازيك؟ اخبارك عامل ايه يا حبيبي؟ حبيبي الحمد لله، وميرسي جدا على الكلام الحلو ده. لا تستاهل، لان انت يعني شخصيه محترمه وواجهه مشرفه للنادي الاهلي، وده مش غريب على النادي الاهلي ان هو يطلع شخصياته ويطلع كوادر بهذا الشكل، يعني مش حاجه غريبه ابدا ابدا على النادي الاهلي. حبيبي ده من ذوقك. الله يخليك. طمنا بقى، يعني في حاجات دايما جماهير الاهلي بتحب تطمن من مصدرها. الناس كلها بتقول ان حسين الشحات في عرض خارجي وان هو ممكن يمشي او النادي الاهلي يسيبه ان هو يخرج بره بسبب وجود هذا العرض. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص. حسين موجود معانا عادي جدا. لازم بس نحط يعني تبقى الدنيا واضحه ان احنا اصلا انت النهارده شهر 2، فكده كده لسه الصيف فاضل له 5 شهور عشان الويندو يفتح سواء في مصر او في الخليج او اوروبا. برافو عليك. فلسه جدا على الكلام ده مش في محله خالص دلوقتي ان حد يطرحه. حسين من اللعيبه المهمين جدا بالنسبه لنا اللي ليهم دور مع الفرقه، ومفيش اي نيه ان احنا نفكر في حاجه زي كده دلوقتي. يعني حسين الشحات مكمل مع النادي الاهلي مفيش اي مشكله؟ لا الكلام ده اصلا ما طرحش، ده كلام كله كانت اتهامات اعلاميه مش اكتر، يعني مش كلام صح خالص يعني. طيب خلينا اتكلم معاك بصراحه يا استاذ امير، يعني او كابتن امير، يعني هل لو في لاعب جاب لك فلوس كتير وحاجه كويسه ان انت تبيعه، هل ممكن تقف قدام الموضوع ده بسبب بس ان هو يكون متواجد في النادي او مع الفرقه؟ بص حاليا بالنسبه لنا التعامل مع اللعيبه بيكون ليه شق فني وشق مالي. ايوه. في حاله وجود اي حاجه الموضوع بيتم النظر اليه لجنه الكوره والكابتن الخطيب والجهاز الفني من ناحيتين، وفي الاخر بيتم القرار لمصلحه النادي ومصلحه اللعيب. كل حاجه كل وضع ليه ظروفه يعني. تمام، لكن خلينا نجزم ان خلاص حسين الشحات اي مواضيع بتصار حواليه من العروض دي مقفوله تماما من قبل النادي الاهلي. بالظبط. تمام، نخش في الملف الثاني، ملف محمود كهربا. ايضا الكلام كتير ان كهربا يعني بسبب ان في مشاكل موجوده ما بين كهربا وما بين اللعيبه وما بين الازمات الاخيره وما بين مباراه المريخ وقبلها الغرامات، ان كهربا خلاص في طريقه ان ده يكون الموسم الاخير ليه مع النادي الاهلي. ما فيش اي مشاكل مع كهربا خالص، الدنيا كهربا ملتزم جدا. حتى لو كان حصل اي تصرف ممكن يكون في اي يعني حاجه مش ماشيه معانا في النادي، كابتن سيد ممكن كان يتصرف وقتها لما حصل قبل كده على موقف معين يعني. بس غير كده لا، كهربا مش كويس جدا، اللعيبه بتحبه وهو قريب جدا من اللعيبه. ده كله كلام برده مش مظبوط، ونكمل معانا عادي جدا. تمام. رامي ربيعه كان خلاص قاب قوسين او ادنى ان هو يكون في نادي المقاولين، لولا طبعا يعني السيستم قفل والكلام ده، فاعتقد ان رامي مكمل مع النادي الاهلي بشكل طبيعي. مكمل معانا عادي جدا برضه. مفيش اي مشكله خالص. مفيش خالص. وممكن يشارك في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طبعا 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 مش مشكله. طيب هل في عرض جه اجاييه من بيراميدز ولا مجرد كلام؟ لا برضه كلام. برضه النهارده يوم النفي. بقفل لك كل حاجه. ده يا جماعه، طب ايه طيب؟ ده يوم النفي العالمي. كلها ده مفيش حاجه الفتره دي. الفرقه مستقره الحمد لله، فممكن بعض الاشخاص يكون هو عايز يعمل شويه شوشره في الفرقه، فدي حاجه مش مظبوطه يعني. فلازم نطلع في وقت من الاوقات نبين الامور كلها مستقره، مفيش حاجه خالص من دي. اجاي ما عندوش اي عرض من اي حته خالص، من سواء داخل مصر او خارج مصر دلوقتي. وتاني حتى لو في اي لعيب عنده عرض احنا لسه بنتكلم كمان 5 شهور. ايوه قصدي ايوه. دلوقتي احنا نركز في الموسم بتاعنا، عندنا دوري وعندنا افريقيا وان شاء الله نوصل كاس عالم الانديه باذن الله.